غير بجوج ديال البيضات وبمكونات بسيطه غادي نحضروا كاب كيك بذوق ديال الشوكولا. كيجي اكثر من رائع وسهل جدا في التحضير ديالو وما كياخذش منا الوقت وناجح وكيجي خفيف وهشيش ما تشبعوش منه. فاذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه معكم احلام اليحيوي، كنتمنى الا عجبكم المحتوى ما تبخلوش عليا من لايكاتكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غادي نجيب واحد الاناء اللي غادي نوضع فيه جوج حبات ديال البيض، نزيد نضيف عليهم قبيصه ديال الملحه، نزيد كيس ديال السكر بنكهه الفانيليا، وغادي نزيد نصف كاس ديال السكر. الا كتبغيو الحلاوه فديروا كاس الا ربع حتى الكاس ديال السكر. غادي نزيد نضيف نصف كاس ديال الزيت وغادي ندمج كلشي مزيان حتى كيذوب ليا السكر. انا هنا غادي نستعمل الطراب الكهربائي ولكن ماشي ضروري، تقدروا تخلطوا غير بالطراب اليدوي، غير المهم ان يذوب لينا السكر. بعد ما كنحسوا بداك السكر انه ذاب غادي نزيدو نضيفو كاس الى ربع ديال الحليب صافي. ونبدا كنوضع في الدقيق. غادي نجيب واحد المصفاة ونغربل الكاس الاول ديال الدقيق ونزيد نضيف معاه جوج ملاعق كبيره ديال الكاكاو. ويستحسن الكاكاو يكون نوعيه جيده باش المادلين ديالنا كيجينا هشيش وما كيجيناش ناشف. صافي كنغربل كلشي باش كنتخلص من دوك الكتل ديال الكاكاو وغادي ندمج كلشي حتى كيندمجوا ليا جميع المكونات وما كيبقاوش عندي حتى كتولات ديال الدقيق والكاكاو. ونزيد نضيف كاس الا ربع ديال الدقيق، اي في المجموع عندي جوج كيسان الا ربع. ولا كنا غادي نديروا المادلين بالنكهه عاديه بدون شوكولا فغادي نستعملوا جوج ديال كيسان ديال الدقيق، يعني في المجموع عندنا جوج كيسان ديال النواشف. صافي غادي نزيد واحد الكيس ديال خميره الحلويات من فئه 7 غرام اولا 8 غرام اللي متوفر، ونزيد واحد الملعقه ديال الخل. بالنسبه للخل ضروري في لي كاب كيك، كيخليهم كيجيو هشاش وكيصبروا معنا، يعني واخا كيباتوا ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، بالعكس كيبقاو مزيانين. فصافي كندمج كلشي مزيان حتى كيندمجوا ليا جميع المكونات وكيولي عندي واحد الخليط متجانس اللي ما فيهش تكتلات ديال الدقيق، اللي كيكون هذا هو القوام ديالو. صافي غادي نغطي على الاناء وغادي نوضعه في الثلاجه تقريبا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه. ولا ما كانش عندكم الوقت طيبوهم مباشره، ما كاين حتى شي مشكل. ولا خليناهم يرتاحوا كيجيو احسن، كيجيو هشاش اكثر. بعد ما دازت ربع ساعه كنجيب الاناء. شوفوا هنايا كتحسوا بان الخليط زاد ثقال، كيكون هذا هو القوام ديالو. غادي نجيب المول ديال الكاب كيك. انا غادي نستعمل معكم هذا المول هذا المربع، دهنته مزيان بالزبده وغادي نبدا كنوزع فيه الخليط ديال المادلين. الا كان عندكم المول مجروح او لا مخبوش فبعد ما ديروا الزبده زيدوا رشوا واحد شويه بالدقيق غير باش تفاداو باش ما يلصقوش ليكم. صافي غادي نوزع الخليط ديال المادلين على القالب. وبالنسبه للزين انا غادي ندير حبيبات ديال الشوكولا اولا لي بيبيت شوكولا، وغادي ندير شويه ديال الكركاع اللي مهرمش بحال هكا. تقدروا ديروا اي نوع ديال المكسرات ولا ديروا غير الشوكولا ولا ديروا اللوز ايفيلي اولا ما ديروا فيهم حتى شي حاجه، خليهم غير بحال هكا. يعني هذا كيبقى غير تزيين، والتزيين دائما كتزينوا على حسب الرغبه ديالكم. صافي غادي نوزع داك شويه ديال الكركاع وغادي نزيد شويه ديال الشوكولا. صافي بعد ما كنزين المادلين كندخلوا الفران اللي مسخن من قبل على 190 درجه من الاسفل والاعلى في نفس الوقت. كياخذوا تقريبا 15 دقيقه كيكونوا واجدين، يعني نحاولوا نردوا معاهم بال راه ما كياخذوش الوقت في الطياب ديالهم. انا بالضبط خداو ليا 15 دقيقه. وبعد ما كنخرجهم من الفران كنجربهم هكا بواحد العود اولا واحد السكين هكا في الوسط باش كنتاكدوا انهم طايبين. صافي وغادي نجيب داك العويد اولا داك الكيردون غادي نحيد به المادلين. يستحسن ما نستعملوش الموس نهائيا في القوالب ديالنا كيف ما بغات تكون، سواء هاد القوالب اولا قوالب اخرى، باش كيصبروا معنا مده طويله.
القوالب غير كيتخبشوا كيبداو هكا كيلصقوا لينا الكيك. هنايا غتشوفوا بان المادلين ما متسافخش بزاف، ماشي كيف ما موالفه كنحضروا معاكم. يعني الاخوات اللي معايا قدامين في القناه فهم عارفين لي كاب كيك اللي موالفه كنشارك معاهم كيجي مقبب وزوين، ولكن هادشي اللي عطا الله كان حبس ليا الفران واحد شويه لهذا ولا وهبطوا، ولكن راه واخا هكاك جاو هشاشين. انا غادي نفتح معكم وغادي تشوفوهم من الداخل كيفاش كيجيو. وصفه ناجحه 100% ان شاء الله غادي يجيوكم احسن من هادو. كيف ما قلت لكم منين طفى الفران فراكم عارفين الكيك الا طفى عليه الفران فكيرجع يهبط. واخا ما جبتهمش خليتهم في الفران الحمد لله انه ما طولش بزاف، يعني كانت غير دغيا تقطع ولا رجع. ولكن كيف ما كتعرفوا المادلين كيبغي واحد الحراره اللي تكون مرتفعه. شوفوا الشكل ديال الكيك من الداخل فكيجي هشيش بزاف والمذاق ديالو ولا اروع. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وكنتمنى منكم اخواتي ما تبخلوش عليا. جزاكم الله خيرا من لايكاتكم وتشجيعاتكم وتعليقاتكم اللي كتفرحني بزاف وكتخليني دائما انني نستمر. جزاكم الله خيرا. تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب اللي تشجيع القناه، وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. كانت معكم احلام من قناه احلام الحيوي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات جديده. مع السلامه.